جزيرة مهجورة في قلب البحر، في قلب محافظة كفر الشيخ على بحيرة البرولوس، وبالتحديد مدينة الشخلوبة. أهلها ناس طيبين ودايما هيضحكوا في وشك وبيساعدوا أي حد غريب. فتعالوا نسافر على الشخلوبة عشان نعرف إيه سر الجزيرة المهجورة وليه اتسمت الشخلوبة. من هنا بقى هتبتدي أول محطة لينا وهي موقف عبود. هنركب من هنا لكفر الشيخ وبعد كده نشوف الطريق هياخدنا على فين. أنا دلوقتي وصلت هنا في كفر الشيخ. نركب دلوقتي لحتة اسمها سيدي سالم، ومن سيدي سالم هناخد مواصلة كمان عشان نركب نروح الشخلوبة. واخيرا وصلت الشخلوبة بعد حوالي 5 ساعات او 4-5 ساعات، وطريق طويل من عبود لكفر الشيخ، ومن كفر الشيخ لسيدي سالم، ومن سيدي سالم للشخلوبة. اهلا بكم في الشخلوبة. دي البلد اللي كل علاقتها بالبحر. بيعشقوا حاجة اسمها بحر، بيعشقوا حاجة اسمها سمك، بيعشقوا حاجة اسمها صيد. مش هتلاقي بيت هنا مش شغال في حاجة ليها علاقة بالصيد أو البحر أو تجارة السمك. وبعد شوية هنطلع نشوف جزيرة الشخلوبة اللي سحلت الناس كلها بجمالها في بحيرة البرولوس. الموضوع شكله طلع صعب. والله ركوب الفلوكة طلع صعب، مش سهل زي ما كنت متخيل. أخيرا وصلنا الجزيرة المهجورة. الواحد يشوفه من بعيد يحس ان هو سهل. والله ركوب الفلوكة ده طلع شيء صعب جدا. عارفين انتوا المكان اللي كل شويه امهات مصر تقول لك انا هروح في مكان محدش يعرف لي فيه طريق جره؟ هو ده المكان اللي انا واقف فيه. جزيره وسط بحيره البرولوس، كل اللي حواليها ميه بس، ميه وكام شجره حلوه مديه فيو عظيم جدا 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 للمكان، ومنك للبحر. مش هتعمل اي حاجه تاني. روقان، استجمام، راحه بال، هو ده اللي موجود هنا. هات مامتك وتعالى بقى يلا. النهارده بقى واحنا على الجزيره معانا سفير الشخلوبه. تعالى عرفنا بنفسك. حبيبي منورني ومشرفني معاكم. عرفة سليم، منظم رحلات الشخلوبة وسفير الشخلوبة. دوت هو لقب الناس اختارته لي. تحياتي لكم جميعا، وبتمنى زيارتكم هنا في الشخلوبة، واتمنى ان انتوا تيجوا تشوفوا الشخلوبة. المكان ده جوهرة مدفونة، عايزين الناس كلها تشوف. الراجل ده يا جماعه بيعمل هنا رحلات، لو حد حابب يحجز معاه رحلات للمكان ويجي يزور المكان بينسق لكم اليوم من وقت ما بتوصلوا
الشخلوبه القريه لحد ما بتروحوا بينسق لكم يوم كامل باكلك بشربك بدنيتك. عنده اليخت بتاعه او اسمه ايه، اللانش بتاعه بيكون مجهز بكل حاجه، حمام، اكلك شربك دنيتك. فالراجل ده تواصلوا معاه على البيدج بتاعته اللي هي سفير الشخلوبه، هيقول لكم كل حاجه بالتفصيل. وزي ما قلت لكم هياخدكم من اول ما توصلوا لحد ما تروحوا، ومش هيسيبكم الا وانتم مبسوطين. احنا عندنا فرصه عظيمه جدا ان يبقى عندنا فينيسيا في مصر، بس للاسف مفيش اهتمام بالمكان. المكان محتاج شويه اهتمام زياده، وفعلا هيبقى عندنا فينيسيا في مصر هنا في قريه الشخلوبه. هي مش اسمها جزيره الشخلوبه، المفروض ان المكان ده كان مزاد بيتقابل فيه الصيادين هنا عشان يبيعوا السمك بتاعهم بعد ما يصطادوه من البحيره، يطلعوه هنا ويبيعوه في مزاد، ويجي التجار ياخدوه منهم من الناحيه الثانيه وياخدوا السمك بتاعهم ويمشوا. كانت المفروض الجزيره دي او المكان ده كان مخصص للموضوع ده. بعد فتره لما اتهجر وما بقاش فيه حد يجي هنا، والموضوع اتنقل للمحلات، والموضوع اتنقل كمان للمزادات اللي بقت موجوده في القريه نفسها الناحيه الثانيه، فبقى المكان ده مهجور. بس ازاي نسيب مكان بالجمال ده يبقى مهجور؟ لازم الناس كلها تيجي هنا وتشوف الجمال ده كله، وتقعد في وسط البحر الجميل ده كله بالناس الجميله دي. فعلا هتستمتعوا بوقتكم. اسم قرية الشخلوبة بقى جه من السمكة. كان في نوع سمك هنا مشهور جدا، الناس بيصطادوه بكثرة في المكان، وكان نوع السمكة ده اسمه الشخلوبة، ومن هنا جت اسم القرية أو تسمية القرية. فالناس هنا كل عشقها البحر والسمك، هم بيعملوا كل حاجة فيها بحر وسمك، اسألهم عليها هتلاقيهم بيعملوها. النهارده جامد جدا 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 جدا. معانا سفير الشخلوبه بذات نفسه، الراجل ده اللي ظبط لنا اليوم كله بجد، يعني حاجه عظمه يا جماعه. لازم تيجوا تجربوا التجربه دي. الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان مفيش اتنين هيختلفوا عليها في المكان ده، ان الناس كلها جدعه وطيبه وخدومه وبتحب تخدمك دايما. ناس ما تعرفكش بس بتضحك في وشك طول ما هي شايفاك، طول ما انت ماشي هتلاقي الناس كلها بتقول لك ازيك عامل ايه، وترحب بيك وتقول لك اتفضل وتضحك في وشك. المكان ده بجد جوهره مدفونه يا جماعه. تعالوا زوروا المكان هنا هتتبسطوا جدا جدا جدا. احنا كده خلصنا فيديو الشخلوبه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتم بيه زي ما انا اتبسطت باليوم هنا. يا ريت بقى ندعم المحتوى بلايك كده جميل وشير مع اصحابنا، ونكتب كومنت جميل براينا في المكان، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نصور فين تاني. انا مستعد. اشوفكم على خير في فيديو جديد من مكان جديد. سلام.